إليه البشرية حين يكون التلذذ بانتهاك أعراض قاصرات هواية، والاعتداء الجنسي على الأطفال ترفيه، ورحلات العبث والمجون تتم بمراسلات وحجوزات وجداول منتظمة. إذن زلزال سياسي مدون مركزه أمريكا، وتوابعه امتدت تقريبا إلى كل مكان حول العالم، والعنوان والبطل الرئيسي هو هذا الرجل، هذا الوجه، القضية التي عرفت إعلاميا وعالميا باسم قضية إبستين. هذه القضية التي اشتهرت باسم صاحبها الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بإدارة ماذا؟ شبكة للدعارة. ليست شبكة للدعارة بالمفهوم النمطي عندما نتحدث عن مسألة الدعارة، لكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير وسنذهب إلى تفاصيله. شبكة للدعارة، استغلال منازله وجزيرة. الرجل هذا كان يملك جزيرة لارتكاب جرائم جنسية ضد من؟ ضد فتيات قاصرات، وتجنيد أخريات لتوسيع شبكته. وكان تود بلانش وهو نائب وزيرة العدل الأمريكية قد أعلن السماح بنشر أكثر من 3 ملايين صفحة إضافية مرتبطة بملفات إبستين. تستطيع أن تدخل إلى موقع وزارة العدل الأمريكية فستجد ملايين الوثائق حول هذا الرجل وما كان يقوم به، وهو للحقيقة بالمناسبة هو أكبر من خيالنا جميعا. وعندما تستطيع أن تحاول أن تقرأ بعض الأوراق وبعض التفاصيل، لعل الفطرة البشرية ببساطة شديدة لن تستطيع أن تكمل. طبعا ما زاد بالمناسبة من الضجة الإعلامية بشأن قضية الرجل، وتشير الوثائق لتورط مئات الرجال من النخب السياسية والمالية والأكاديمية والرياضية والفنية بالولايات المتحدة وأيضا خارج الولايات المتحدة في علاقات مشبوهة مع هذا الرجل، والذي كان ينتظر محاكمته بتهم الإتجار بفتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما. لكن كما كنا نتابع في الأفلام الأمريكية وغير الأمريكية، قيل أن الرجل عندما تم القبض عليه طبعا في المرة الثانية انتحر في محبسه بسجن شديد الحراسة بقلب مدينة نيويورك في 10 من أغسطس عام 2019. ولعل البعض يقول أن هذه القصص كنا نراها في الأفلام، ينتحر وتنتهي كل شيء والعلاقات أو كل الروابط تنتهي في لحظة بانتحار الرجل. نحن نرى ذلك على أرض الواقع. انتحر الرجل داخل محبسه في 2019 وبالطبع وسط ملابسات غامضة. الرئيس الأمريكي ترامب نفى أي علاقة بالقضية. ليس ذلك فقط، وقال إن رجل الأعمال جيفري إبستين كان يتآمر مع المؤلف والمخرج المعروف مايكل وولف لإلحاق الأذى به، مضيفا أنا هنا أتحدث عن الرئيس ترامب أنه سيقاضي ورثة ممتلكات إبستين بسبب ذلك. دعونا نتابع. وولف وهو كاتب يتآمر مع إبستين للإضرار بي، ولم أرى ذلك بنفسي، لكن أخبرني بعض الأشخاص المهمين جدا أن هذا لا يبرئني فحسب، بل هو عكس ما كان يأمله الناس. كما تعلمون اليسار الراديكالي زعم أن وولف وهو كاتب من الدرجة الثالثة كان يتآمر مع جيفري إبستين لإيذائي سياسيا. لذلك سنقاضي وولف على الأرجح، وربما ورثة إبستين أيضا، لا أعرف، لكننا سنقاضيه بالتأكيد. بالطبع هذا هو رد الرئيس الأمريكي على من يحاول أن يربط بينه وبين هذه القضية الخطيرة، بما أن الاسم ورد في وثائق كثيرة. لكن دعوني ببساطة شديدة أعرفكم على هذا الرجل. هذا الرجل هو ملياردير كما ذكرنا، وسنذكر يمتلك جزر وممتلكات وعقارات إلى آخره. ملياردير ورجل أعمال، ولد في نيويورك عام 53. عمل في عدة مهن، منها التدريس، كان مدرسا بالمناسبة، وعمل في الاستثمار المصرفي، وكان معروف بقربه من العديد من النجوم والساسة. وسبق أن أدين إبستين في فلوريدا عام 2008 بدفع أموال لفتيات صغيرات مقابل قيامهن بأعمال منافية للآداب، وقضى 13 شهرا فقط في السجن بموجب اتفاق سري مع المدعي العام للولاية آنذاك.
والجديد في الأمر أن بدلا من العقوبة، لكم أن تتخيلوا أن الرجل أدين حرفيا بفكرة أنه يتاجر بفتيات قصيرات، لكن ماذا كانت العقوبة؟ 13 شهرا، وليست حتى في السجن. ده الرجل كان يخرج، إبستين كان من الممكن أن يخرج ويقضي بعض الساعات في منزله العامر. اعتقل طبعا مرة ثانية من أحد مطارات نيوجيرسي عام 2019 بتهمة ماذا؟ إدارة شبكة للدعارة قبل العثور عليه ميتا. هذه المرة دخلوا عليه في زنزانته تحديدا في 10 من أغسطس عام 2019 ليجدوه منتحرا. هكذا كانت الرواية، منتحرا. بالمناسبة الطب الشرعي بعد ذلك سيثبت نعم هو مات منتحرا، وذلك قبل مثوله للمحاكمة بأيام قليلة. وكما ذكرنا أن الغريب في ملابسات الوفاة أو الانتحار أن كاميرات المراقبة، كانت هناك كاميرات مراقبة مسلطة عليه على زنزانته في الخارج، لكن أيضا كما الأفلام الكاميرات فجأة عطلت جميعا. بالإضافة إلى ذلك كان من المفترض يكون هناك أكثر من حارس، وحارسين على الأقل أو حارسان، كل حارس يتبادل محاولة أن ينظر أو أن يذهب ليتأكد من أن إبستين في يعني ما زال جيدا في صحة جيدة كل نصف ساعة. لكن ما الذي حدث في ذلك اليوم؟ كان غطى في نوم عميق. الاثنان غطى في نوم عميق وفقا للتحريات والتحقيقات، وبعد ذلك يعلن الطبيب الشرعي ببساطة شديدة أن إبستين مات منتحرا. لكن للحقيقة كما في الأفلام هذه المرة لم تنتهي القضية ولم تغلق القضية، خصوصا خلال الأيام القليلة الماضية. لكن دعوني أذهب معكم إلى جزء آخر في هذه القضية. كما ذكرنا الرجل لم يكن ملياردير عادي، كان يمتلك جزيرة، حرفيا هو كان يمتلك هذه الجزيرة بأكملها. هذه الجزيرة كانت المسرح الرئيسي لجرائمه المنافية للآداب، تقع في البحر الكاريبي ضمن عدد مما يعرف بجزر العذراء الأمريكية قبالة ساحل سانت توماس، واسمها الأصلي ليتل سانت جيمس، لكن يطلق عليها إعلاميا بالطبع الآن جزيرة إبستين. تبلغ الجزيرة حوالي 75 فدانا، وفيها محميات وبساتين، والأهم من ذلك أن القانون لا يقترب من هذه الجزيرة، كان على الإطلاق على الأقل قبل أن تنفجر هذه القضية. نعود للتاريخ. إبان الحرب العالمية الأولى بالمناسبة هذه الجزيرة اشترتها الولايات المتحدة الأمريكية من الدنمارك منعا لاستخدامها كقاعدة للغواصات الألمانية، وتطور الأمر حتى صارت ملكية خاصة وملاذا للهاربين من الضريبة. وكانت الجزيرة ملكا للملياردير إبستين منذ 20 عاما أقام فيها معظم الوقت، وكان يحاول بناء سمعة طيبة في جزر العذراء عبر تبرعاته السخية للمسؤولين الحكوميين والمؤسسات التعليمية وحصص في الشركات هناك، لكنه لم يفلح في ذلك إذ كانت سمعته السيئة منتشرة محليا. وذكرت جزيرة إبستين في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده بكونها كانت المخبأ والملاذ الأمثل للإتجار جنسيا بالفتيات القاصرات وممارسة العبودية الجنسية وإساءة معاملة الأطفال. بعد انتحار إبستين بيومين دهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي المعروف باسم FBI الجزيرة بحثا عن أدلة تتعلق بالقضية. بعد ذلك بيعت الجزيرة قيل بنصف حتى سعرها في مايو 2023 لمستثمر بهدف تحويلها إلى منتجع فاخر. لكن على أي حال، بعيدا عن الأسماء، مناصب، الوثائق والتي باتت تعد بالملايين ويتم تداولها بكثافة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وبعيدا عن كل هذه التفاصيل للحقيقة هذه القضية مليئة بالتفاصيل المقززة. يعني أؤكد لكم أن فكرة النفس البشرية أن تستطيع أن تستكمل قراءة وتعرف تفاصيل وهناك صور وفيديوهات أمر صعب للغاية. ما دفع نخبا تملك المال والسلطة، تخيلوا، مال وسلطة ونفوذ وشهرة إلى تلك الهوة السحيقة من تدني أخلاقي وسلوكي. والسؤال، هل أزالت قضية إبستين الستار عن الوجه القبيح كما يرى البعض؟
للحضارة الغربية المادية. والأخطر من ذلك، كام إبستين لم تكشف عن جرائمه حتى الآن.